السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد. نتمنى يلقاكم في احسن الظروف والاحوال. رمضان مبارك كريم على جميع الامه الاسلاميه ان شاء الله، بالصوم وبالصحه والهنا وبزيد الرزق وباش ما تمنيتو ان شاء الله. اليوم ان شاء الله فيديو جديد غادي نشارك معكم واحد الجوله خفيفه في بيم والمنتجات اللي فيها، يعني جوله خفيفه سريعه. من بعد غادي نشارك معكم التقديه اللي خديت رمضان، يعني بحال الاساسيات اللي مولفين دائما كنشريوهم كل شهر على طول العام، بحال الزيت، السكر، القطاني، داكشي يعني ما كاينلاش. غادي نشاركو معكم، غادي نشارك معكم فقط يعني الحوايج اللي كنحتاجوهم اكثريه في رمضان، يعني على حسب الشهيوات، على حسب المملحات، على حسب يعني كيكونوا استثنائيين، ما يكونوا كل شهر، ما يكونوا دائما. نتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. كما كتشوفوا هذه التقديه اللي خديتها رمضان، واخا الغلا وكل شيء غالي، ولكن حاولنا اننا نجيبوا فقط الضروريات اللي غادي نحتاجوهم. اول حاجه خديت هاد 2 قراعي ديال المطيشه ديال الحك على حسب الحريره. خديت هاد 2 علب ديال الشامبينيون معلب، غندير بهم بسطيله ديال الحوت. خديت هاد لا شابلور من السما بالاعشاب، هذه دايره 60 درهم. خديت هاد المايونيز، هي اول مره غادي نجربها. هاد الجبن هذا حتى هو زوين في التحليات، في حريشات معمرين، يعني كيجي زين بزاف وكيطلع اقتصادي. خديت هاد الكره ديال الفرماج، هي كتطلع اقتصاديه واخا غاليه شويه وزادوا فيها في الثمن. خديت الاصليه. هنا الاصليه دائما خصكم تشوفوا هاد الكود اللي كيكون هنايا باش تعرفوها بلي هي الاصليه، راه فيها كيلو و600 غرام. خديت هاد الفرماج هذا ديال بيتزا موتزاريلا، حتى هذا زوين، اللي فيه هاد لا مارك غاستروميكس. هاد الكحله هذه زوينه بزاف، كتعطي واحد التعريكه رائعه. خديت هاد الفرماج تاع الساندويتش هذا على حسب الساندويتش. خديت هاد المارغرين، هاد الزبده حتى هي راه زينه بزاف، جربوها. خديت هاد 2 علب ديال السوليس، هادو كنحتاجهم في البيتزا. خديت الكريمه تاع الطبخ. كاين هاد الملح هذا، هي الماركه اللي كنستعملها، راه زوينه. المايس على حسب السلطه ديال الروز ولا ديال المقارون. الشعريه الصينيه ديال الذره. هنا عندي لاصوص بيشاميل الجاهزه ديال الجبن. عندي ابلي حتى هو كنستعملو في السلطات، مره كندير الروز، مره كندير ابلي حتى هو يجي زوين. هذا الروز بسمتي هذا راه زوين بزاف، جربوه. هنا كريم باتيسيير، هنا على احتاجيت شي تحليه ولا تكون عندي. عندي هنايا هاد الطون ديال الزيت، اول مره صراحه جربناه، زوين صدق زين الصراحه. انا محيدين واحد الوحده منها باش جربناه. خديت هذا الطون ديال المطيشه، كنحتاجو بزاف انايا في رمضان، كنصاوب به واحد الطورطيه بالطون، راه كتجي زوينه بزاف ان شاء الله، غادي نشاركها معكم. عندي هنايا هاد الكونفليكس هذا جبتو باش غادي نصاوب به واحد المملحات ان شاء الله، حتى هما غادي نشاركها معكم في القناه. وهنايا خديت هاد خبز ديال الطوست بان دومي، حتى هو غادي نصاوب به مملحات، ماشي الماكله. هنا خديت هاد العيش، حتى هو نصاوب به الشاورما. وخديت الخبز تاع الطاكوس الصغير والحجم الكبير هنايا، باش شي نهار الا احتاجينا هكا كنا زربانين نبغيو نديرو سندويشات خفه نزربن، تكون عندنا بعدا في الدار. وهادو لي بلاستيكات تاع الكونجيلاتور كنحتاجوهم، وهادو البلاستيكات ديال لابوبيل، اعزكم الله. صافي، هذه هي التقديه اللي خديت. غادي نشارك معكم طريقتي في الاحتفاظ بالجبن والفرماج الاحمر. واحد الطريقه اللي كنحتفظ بها انا بالفرماج، كيبقى لي مده طويله في الثلاجه. يعني هاد الكره هذه راه كنفوت بها رمضان وكتبقى لي حتى لمور رمضان، وكطلع اقتصاديه احسن ما نبقاو كل مره كنشريو طرف. غادي نقطع هاد الكره ديال الفرماج هذه على 4 كما كتشوفوا. صافي، من بعد هنا ما قطعتها، غادي نجيب واحد بلاطو نفرش ليه السلوفان، وغادي نجيب هاد الاله هذه، راها زوينه بزاف، كتهنيكم العذاب نتاع الحكاكه. دائما كنحك صباعي دائما مجرحين. اليوم شريت هاد الاله هذه، واخا ماشي الاصليه، يعني شريت غير العاديه ديال الشينوا، ولكن صدقت زوينه. صافي، هنا غادي نبدا نحك هاد الفرماج هكا على هاد الشكل، وغادي نسرحو في البلاطو، نسرحو مزيان في البلاطو، ندخلها الكونجيلاتور
حتى يجمدوا هذوك الشعيرات نتاع الفرماج. عاد من بعد غادي نجمعهم في بواطه ولا تجمعهم في بلاستيكات عاديين. صافي غادي نستمر حتى نكمل كاع الكميه اللي عندي ديال الفرماج ونسرحها في البلاطويات. ونفس الطريقه غادي ندير لها الفرماج ديال الموتزاريلا حتى هي. ضروري انكم تسرحوه في شي بلاطو ولا صينيه ولا حتى يجمد ويشد راسو، عاد تجمعوه في البلاستيكات باش ما يتعجنش. صافي هنا كملت الكميه كامله تقريبا، حكيتها كامله، خليت فقط واحد جوج مرصويات ولا ثلاثه اللي غادي نحتفظ بهم هكاك. يعني الا احتاجيتهم في شي سلطه نخليهم هكاك نقطعهم مربعات. هنا بنفس الطريقه غادي نقطع الجبن موتزاريلا حتى هو، وغادي نحكو حتى هو في الحكاكه بنفس الطريقه. بالنسبه لهاد القطع هادو خليتهم هكا، درت لهم السلوفان وغادي نديرهم في المجمد. هنا من بعد ما جمد لي الفرماج كما كتشوفوا غادي نخلطو. ضروري نخلطو الموتزاريلا مع الفرماج الاحمر، وغادي نديرهم في هاد لي بواط هادو زوينين ما كيشدوش البلاصه في الكونجيلاتور. ضروري نخلطو الفرماج الاحمر مع الموتزاريلا، لان الموتزاريلا ما فيهاش البنه، يعني كما كتعرفوا الموتزاريلا ما فيها حتى شي بنه، فقط فيها التعريكه، والفرماج الاحمر كيكون بنين. صافي غادي نخلطهم ومن بعد غادي نجمعهم في لي بواط ونديرهم في الكونجيلاتور.
صافي هذه هي الكميه اللي وجدت ديال الفرماج. غادي نسد عليهم وغادي نديرهم في الفريغو. نتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. الى اللقاء مع فيديو اخر.